السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة معاكم في وصفة جديدة هنقدم فيها طريقة جديدة بعيش الكريب. ممكن نقدر نقول هي حاجة شبيهة زي اللازانيا كده، بس هنقدمها بعيش الكريب. مكونات الوصفة معانا عيش كريب زي ما حضراتكم شايفين هو ده، ومعانا فراخ متقطعة صغيرة، بصل متقطع صغير، فلفل، بشر، طماطم، زيتون، جزر مبشور، لبن، ثوم متقطع شرايح، مكعبين مرق الدجاج، توابل معانا بهارات مشكلة، زنجبيل، فلفل اسود، زعتر، بهارات، ملح، ومعانا جبنة موتزاريلا وجبنة رومي. هنبدأ دلوقتي في وصفتنا، يلا نشوف هنعمل ايه. حضراتكم شايفين حاطين طاسة فيها مادة دهنية، زيت أو سمنة، وده اللبن اللي كان معانا هنعمل بيه وايت صوص أو بشاميل، بس بيبقى خفيف شوية. هنبدأ ننزل في الطاسة بالفراخ بتاعتنا، نقلب الفراخ لحد ما لونها يتغير على نار عالية. مش هنقلبها كتير عشان ما تنزلش المية اللي موجودة فيها، تغير لونها ونشوف هنعمل ايه تاني. زي ما شايفين كده الفراخ غيرت لونها كلها. هنبدأ ننزل بالبصل بتاعنا، ننزل بالجزر، ننزل بشرايح الثوم، هننزل بالفلفل بتاعنا، بمكعبين المرق، هننزل بعصير الطماطم زي ما حضراتكم شايفين، وهنسيبها لحد ما ننزل بكمية التوابل بتاعتنا، وهنسيبها لحد ما تستوي. على ما تستوي هنعمل الوايت صوص، نجهز حاجته ونشوف هنعمل ايه. هنا طبعا زي ما احنا متفقين قبل كده
إن بنعمل البشاميل بطريقة مختلفة، ما بنحمرش الدقيق الأول، لأ هنا اللبن غلي بتاعنا زي ما قلنا قبل كده وصفة المكرونة البشاميل. اللبن غلي طبعا، حاطين فيه مكعب مرقة، سنة فلفل أسمر، سنة زنجبيل، سنة قرفة خفيفة، سنة جوز الطيب، والملح بتاعنا، وعاملين الدقيق زي ما حضراتكم شايفين كده بزيت خلينه عمل كريمة. هنبدأ ننزل بيه على اللبن بتاعنا، طبعا حاطين في اللبن مكعب زبدة. نبدأ ننزل كده لحد ما ناخد القوام بتاعنا اللي احنا محتاجينه. مع التقليب طبعا احنا مش عايزينها تقيلة جدا، احنا عايزينها خفيفة عشان طبعا لسه هتخش في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين البشاميل شغال، وهنا الخلطة اللي هنحشي بيها بتاع الفراخ يكاد يكون استوت. نسيبها شوية 5 دقايق كمان وتبقى كده جاهزة معانا للحشو. على ما البشاميل يخلص والحشوة بتاعتنا تخلص ونبدأ نقفل الوصفة بتاعتنا. وهنا هنبدأ نرص البايركس بتاعنا قبل ما ندخله الفرن. هنبدأ نجيب البشاميل ونحط كمية في أرضية البايركس بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نرص عيش الكريب بتاعنا في البايركس. هنجيب زي ما شفتم كده، هنبدأ نرص. حطينا كمية بشاميل وحطينا عيش الكريب، وهنحط كمية من الحشو بتاعنا. كده واحدة تانية برضه كمية من الحشو، وهنفضل كده لحد ما نقفل الطاجن أو البايركس بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. وزي ما حضراتكم شايفين كده قفلنا البايركس بتاعنا كامل. هنبدأ ننزل عليه بالوايت صوص بتاعنا. ونغطيه كويس زي ما حضراتكم شايفين بالوايت صوص او البشاميل، ونبدأ نعمل كده عشان كمية
احنا شايفين بنحاول لو في أي أطراف من الكريب نسويها، وبعد كده نهز البايركس كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. فاضل نفنش بالجبنة. هنمسح الطاجن بتاعنا من أي البايركس بتاعنا من أي زوايد عشان لما يخش فرن ما تنحرقش، ويبقى الشكل العام بتاع الوصفة بتاعتنا كويس. زي ما حضراتكم شايفين هنمسح الطاجن بتاعنا كويس جدا. هنحط الجبن بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. نبدأ نوزع الزيتون بتاعنا على الوش زي ما حضراتكم شايفين. وندخلها الفرن وتطلع من الفرن ونشوف نهاية وصفتنا هتبقى عاملة ازاي. وده الشكل النهائي بتاع الوصفة بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. ونشوفكم في وصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.